أعماق القلب. لو فعلت الذنوب كلها، أتدري؟ لو سرقت، لو زنيت، لو ارتكبت الفواحش والآثام ما ظهر منها وما بطن، لو كنت قاتلا، لو كنت ظالما، لو كنت للرحم قاطعا، لو كنت لمال اليتيم آكلا، لو كنت مرابيا، لو كنت شاربا للخمر، أترى كل هذه الذنوب على عظمها وعلى خطورتها لو ارتكبتها جميعا إياك ثم إياك ثم إياك أن تترك عبادة واحدة ألا وهي الصلاة. صلتك بالله لا تقطعها، تواصلك مع الله لا تقطعه. تقول لي لما؟ أقول لأن الصلاة والله لتعيدنك إلى الطاعة مرة أخرى، لتعيدنك إلى دين الله مجددا، لتجعلنك تتوب إلى الله توبة نصوحة لا إثم ولا ذنب بعدها. لكن إياك أن تترك الصلاة مهما حصل ومهما كانت الأسباب ومهما بلغت بك الذنوب. حافظ على الصلاة وصلاتك ستعيدك إلى ربك، لأنها هي تواصلك وصلتك به. إن أعجبتكم هذه الكلمات أسألكم بالله أن تنشروها، عسى أن تصل إلى قلب قد امتلأ بالمعاصي فيعود إلى الله من خلال الصلاة. تابعوني على حسابي الرسمي البراء رمانة. أحبكم في الله، والسلام عليكم.